ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل مع بعض سندوتشات سهله وسريعه جدا ومبتاخدش اي وقت في التحضير. اول حاجه كده انا جبت كيلو من البانيه مقطعاه شرايح بالشكل ده، تبلته بملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، وجبت الصينيه بتاعتي كده مسحتها مسحه زيت، وحطيت ورق الزبده وهنزل بالفراخ بتاعتي اللي انا جهزتها بالشكل ده كده، احاول بس اسويها. ومعايا فلفل الوان احمر واخضر واصفر، ومعايا كمان بصل مقطعاه كده جوليان هحطه برده جنبيهم كده بالشكل ده، وهرش عليهم كده كلهم بقى بهارات فراخ وبابريكا وشوية زيت كده وشوية ملح وشوية فلفل. هدخلهم على الفرن على طول على درجة حرارة 220، تقريبا هياخدوا ساعة، ونبتدي بقى نجهز مع بعض السندوتشات. جبت عيش التورتيلا بتاعي وحطيت كده مسحة مايونيز، وحطيت الفلفل والبصل والفراخ، وحطيت كمان الموتزاريلا بالشكل ده، وهبتدي اقفلها بالشكل ده واحطها على الجريل وبألف هنا. بس كده.